عمرك حسيت إن الناس كلها حواليك لابسة ماسكات، وإنك بتتعامل مع شوية روبوتات متبرمجة تخبي نيتها الحقيقية عنك طول الوقت؟ دايما حاسس إنك أعمق في وسط غابة مليانة ديابة، وكل واحد بيحاول يبيع لك الوهم، وتفضل تسأل نفسك: هو بيكذب عليا ولا بيتكلم بجد؟ هو خايف مني ولا بيستقوى عليا؟ سيبك من جو التنمية البشرية الفاكس بتاع بص في عينه وقول له أنا قوي. إحنا هنا مش بنهزر، إحنا هنا بنفك شفرات العقول. في 3 ثواني بالظبط تقدر تبص في عين أي حد وتطلع نقطة ضعفه وتخليها على الترابيزة قدامه من غير ما تنطق حرف واحد. أهلا بيك في العالم الحقيقي، أهلا بيك في أبيض واسود. النهاردة هعلمك الزتونة وتكتيكات الاستخبارات اللي بتخليك تقرأ الناس زي الكتاب المفتوح. حاجة كده اسمها القراءة الباردة أو الكولد ريدنج. انسى كل الهبد اللي سمعته عن لغة الجسد قبل كده. احنا مش هنتكلم عن واحد مكتف ايده يبقى مقفول منك، ده كلام كليشيه ومبني على سطحيات. احنا هنتكلم عن المايكرو اكسبريشنز او التعبيرات الدقيقة اللي بتحصل في جزء من الثانية، والمخ ما بيلحقش يفلترها او يخبيها، لان ببساطة مفيش انسان على كوكب الارض يقدر يسيطر على جهازه العصبي اللا ارادي 100% مهما كان ذكي او متلاعب. أول حاجة لازم تفهمها إن الناس كلها كتاب مفتوح، بس أنت اللي ما بتعرفش تقرأ الحروف صح. أول ما بتقابل حد عينك بتيجي على وشه، بس أنت مش بتشوف، أنت بتبص بس. في فرق شاسع بين إنك تبص وإنك ترصد. الرصد معناه إنك بتدور على الغلطة، بتدور على التسفيب اللي بيحصل من عقله الباطن على وشه. وأول مكان بيفضح أي بني آدم هو عينه. العين مش بس شباك الروح زي ما بيقولوا، العين دي شاشة عرض بتذيع كل مخاوف ونقط ضعف اللي قدامك لايف من غير مونتاج. لما تبص في عين اللي قدامك ركز على سرعة الرمش. لو لقيته بيرمش بسرعة فجأة وهو بيتكلم في موضوع معين، ده معناه إن الكورتيزول ضرب في دمه فجأة، يعني التوتر عالي، يعني المنطقة دي فيها لغم وهو خايف تدوس عليه. ولو العكس حصل ولقيته مبرق وبطل يرمش خالص، ده مش معناه إنه واثق من نفسه، ده معناه إنه بيبذل مجهود عقلي جبار عشان يألف كذبة مقنعة أو يمثل الثبات الانفعالي. المخ لما بيركز في الكذب بيفصل وظائف تانية زي الرمش عشان يوفر طاقة للتأليف، فأنت هنا بتلقطه في ثانية وتعرف إنه بيلعب ديله وبيحاول يشتغلك. ندخل بقى على الكتاف. الكتف ده أكتر حتة بتفضح انعدام الأمان والخوف الداخلي. تخيل معايا سلحفة خايفة بتعمل إيه؟ بتسحب راسها لجوه وتضم كتافها. البني آدم بيعمل نفس الحركة اللا إرادية دي بالظبط لما يحس بتهديد أو لما يكون بيكذب وخايف يتكشف. تلاقي كتفه اترفع مليمترات لفوق ناحية ودنه ومال لقدام شوية. دي حركة حماية فطرية متبرمجة في DNA بتاعنا من أيام الكهف. أول ما تشوف الحركة دي في اللي قدامك، حتى لو بيتكلم بصوت عالي وبيعمل فيها 7 البرومبا، اعرف فوراً إنه مرعوب من جواه، وإنك ماسك زمام القوة في اللحظة دي. طب إزاي تستخدم الداتا دي عشان تسيطر على الحوار وتلعب بقوانين القوة لصالحك؟ اللعبة كلها في التوقيت والرياكشن بتاعك. لما تلقط المايكرو اكسبريشن بتاع الخوف أو الكد، اوعى تواجهه فوراً، خليك بارد وتوكسيك شوية. ارمي جملة غامضة أو اسحب كلامك ثانية وبصله في عينه ببرود وسكوت قاتل. السكوت ده هيخليه ياكل في نفسه، هيحس إنك قريته وإنك كشفته من غير ما تقول ولا كلمة. هيبدأ يبرر ويفضح نفسه أكتر. السيطرة النفسية مش بتيجي بالزعيق، بتيجي بإنك تفهم اللي قدامك إنه شفاف بالنسبة لك وإنه مش عارف يضحك عليك. الناس المؤذية والشخصيات السامة اللي بتقابلهم في حياتك وشغلك وعلاقاتك بيبنوا قوتهم كلها على إنهم يوهموك إنهم أقوى منك وإنهم مش بيخافوا. القراءة الباردة دي هي السلاح السري بتاعك، هي اللي بتكسر الوهم ده في دماغك انت الأول. ولما انت بتصدق انك كشفهم، لغة جسدك انت بتتغير وبتبقى أكتر هدوء وهيمنة، وهم بيحسوا بده، بيشموا ريحة الثقة فيك وبيبدأوا يتراجعوا ويحترموا حدودك، لأنهم بيخافوا من اللي فاهمهم أكتر ما بيخافوا من اللي بيزعق.
علم النفس المظلم مش مجرد نظريات أكاديمية، ده أدوات نجاة في عالم بياكل الضعيف. لو انت لسه مكمل معايا لحد اللحظة دي فانت أكيد مش من القطيع، انت من النخبة اللي قررت تفهم اللعبة وتلعبها بقواعدها الحقيقية. لو عايز تفضل دايما سابق بخطوة وتفهم خبايا وأسرار العقول اللي بتتحكم في العالم حوالينا، اخبط اللايك المتين واعمل سبسكرايب في القناة، لأن اللي جاي كله تقيل ومفيش حد هيقولك الكلام ده بالشفافية دي في أي مكان تاني. سيب لي كومنت تحت وقول لي أكتر موقف حسيت فيه إنك قريت حد صح وطلع فعلا بيكذب عليك. شاركني تجربتك عشان نتعلم من بعض. نرجع للمايكرو اكسبريشنز بتاعة الوش. تخيل إنك بتسأل واحد عن حاجة المفروض إنه واثق منها، وتلاقي زاوية شفايفه اتركزت لتحت جزء من الثانية. دي مش ابتسامة عادية، دي علامة احتقار أو استهزاء مخفي، يعني هو شايف إنه أعلى منك أو إنه بيستغفلك. ولو لقيت شفته السفلية اترعشت أو اتشدت لجوه، ده معناه إنه بيعض على كلام عايز يقوله وخايف. دي كلها رسائل بتتبعت لك ببلاش من العقل الباطن بتاع اللي قدامك. المشكلة إنك بتبقى مشغول في الرد اللي هتقوله وما بتشوفش الرسائل دي وما بتستغلهاش لصالحك. عشان تكون ماستر في القراءة الباردة وتحليل الشخصيات، لازم تدرب نفسك على الصمت الاستراتيجي. لما حد يتكلم معاك، اقفل بقك وافتح عينك وعقلك. ركز في حركة ايده وهو بيتكلم، لو بيخبي كف ايده او بيحط ايده في جيبه وهو بيشرح حاجة مهمة، ده ريد فلاج كبير انه بيخبي معلومة او مش واثق في كلامه. كف الايد المفتوح دايما علامة على الصدق والشفافية، ولو لاحظت انه بيلمس مناخيره او رقبته كتير وهو بيتكلم، ده دليل قاطع على ارتفاع التوتر وان الدم هرب من الاطراف وبدأ يعمل حكة في الاماكن دي نتيجة الضغط النفسي اللي هو حاطط نفسه فيه. القراية الباردة مش بس عشان تكشف الكذب، دي عشان تفهم اللي قدامك محتاج ايه ونقطة ضعفه فين. الشخص النرجسي مثلا دايما بيبحث عن الاهتمام. لو لقطت في عينه لمعة انتصار لما بيمدح نفسه، اعرف ان دي نقطة ضعفه، الغرور. ولو لقطت نظرة انكسار سريعة لما حد بينتقده، اعرف انه هش جدا من جواه وممكن تدمره بكلمة واحدة بس. احنا مش بنتعلم ده عشان نأذي حد، احنا بنتعلمه عشان نحمي نفسنا من الأذى ونعرف نتعامل مع كل شخصية بالكتالوج بتاعها. في قوانين القوة، السيطرة على العقول بتبدأ من الفهم العميق للي قدامك. الفكرة مش إنك تبقى ضابط مباحث وماشي تحقق مع طوب الأرض، الفكرة إنك تحمي نفسك من التلاعب النفسي ومن الاستغلال العاطفي. لما تفهم قوانين القوة وتعرف تقرأ لغة الجسد، بتبني سور عالي حوالين دماغك محدش بيعرف يخترقه. بتبقى أنت المتحكم في الريموت كنترول بتاع العلاقة، بتعرف إمتى تضغط وإمتى تسحب نفسك وإمتى تدي اللي قدامك على دماغه بالأدب وبالنظرة بس، من غير ما تنزل لمستواه أو تفقد أعصابك. التدريب على الكلام ده بياخد وقت، مش سحر من يوم وليلة. انزل الشارع، اقعد في كافيه، راقب الناس من بعيد من غير ما تحسسهم، بص على 2 بيتكلموا وحاول تخمن مين فيهم اللي مسيطر ومين اللي خاضع. من حركة جسمهم بس هتلاقي اللي مسيطر دايما واخد مساحة أكبر، فارد كتافه، مش بيبذل مجهود في إنه يثبت وجهة نظره، كلامه قليل ونظراته ثابتة. بينما الخاضع هتلاقيه بيميل لقدام، بيهز راسه كتير، بيحاول يرضي الطرف التاني بأي شكل. القوة بتتشاف مش بس بتتسمع، والسيطرة لغة جسد قبل ما تكون كلام. لما تتقن المهارة دي، دماغك هتعمل ايرور في الأول، هتبدأ تشوف حاجات كنت أعمى عنها، هتشوف الكذب في عيون أقرب الناس ليك، هتشوف الخوف في عيون اللي عاملين فيها أبطال، هتشوف النقص في اللي بيتمنظروا عليك. بس بعد الصدمة الأولى دي هتحس بقوة رهيبة، هتحس إنك ماسك خيوط اللعبة وإنك ما بقتش الضحية السهلة اللي أي حد ممكن يضحك عليها أو يستغلها. السر في ال3 ثواني الأولى هو تحديد البيز لاين أو خط الأساس بتاع الشخص. يعني طبيعته هو هادي عاملة إزاي، بيميل راسه إزاي، بيرمش بمعدل قد إيه، بيتكلم بأنهي تون صوت. أول ما تبدأ تسأله أسئلة بتضغط على أعصابه، راقب الانحراف عن خط الأساس ده. الانحراف ده هو الفجوة اللي هتدخل منها لعقله،
هو ده الباب السري اللي هتعرف منه كل بلاويه وكل مخاوفه اللي بيحاول يخبيها ورا بدلة شيك أو ابتسامة فيك. في النهاية عايزك تفتكر دايما إن المعرفة قوة، وإنك كل ما بتفهم أكتر في علم النفس المظلم وتحليل الشخصيات، كل ما فرصتك في النجاة والنجاح بتزيد. الناس مش معقدة زي ما أنت متخيل، الناس عبارة عن باترنز أو أنماط متكررة من السلوكيات والمخاوف. افهم النمط هتمتلك المفتاح. طبق التكتيكات دي من بكرة الصبح في شغلك، مع مديرك، مع أصحابك، وشوف الفرق بنفسك، وشوف النظرة اللي هتتغير في عيونهم لما يحسوا إنك بقيت شخص تاني، شخص قوي ومسيطر ومش سهل يتلعب بيه أبدا. دايما خليك فايق، دايما جاهز، ودايما أبيض واسود. سلام.